الصين أعلنت سنة 2019 عن وجود فيروس كورونا، ومن بعدها بدأت الدول تقفل واحدة ورا التانية لحد ما في شهر مارس 2020 كانت دول العالم قفلت والحياة وقفت فيها ما عدا منطقة واحدة وهي تايوان. ورغم إنها أقرب مكان للصين إلا إن الحياة فيها كانت زي ما هي، مفيش تغيير، ووجود كورونا كان ضعيف جدا، يعني يكاد لا يذكر. ده بسبب انهم مشيوا بمنطق الوعي والوقاية خير من العلاج. معرفة الشعب في تايوان بأبعاد فيروس كورونا وإزاي يحموا نفسهم منه خلى الفيروس ينسحب بهدوء. ده اللي هنحاول نعمله هنا مع الوباء الجديد. أهلا بيكو، ويلا بينا نتعرف على الوباء الجديد فيروس جدري القرود. فيروس جدري القرود معروف باسم ام بوكس، وحرف الام هنا هو اختصار لكلمة مونكي، وهو فيروس شبه فيروس الجدري اللي بيصيب القرود. بينتشر بين الناس سواء من إنسان لإنسان تاني أو من أي حاجة زي ترابزين السلالم مثلا أو الكراسي أو أي سطح لأي حاجة، طالما في مصاب لمس السطح ده، أو من الحيوانات المصابة للإنسان زيه زي أي فيروس. لكن الجديد هنا إن ممكن إنسان مصاب يعدي حيوان. مرض جدري القرود ليه بعض الأعراض بتختلف من شخص لآخر في الحدة وفي الأعراض نفسها، وطبعا كل ما تزيد الحدة أو الأعراض فاحنا لازم نترعب. وعامة جدري القرود بيقدر يسيطر أكتر على الإنسان اللي جهازه المناعي ضعيف، وأشهر الأعراض دي بتكون طفح جلدي لمدة أكتر من أسبوعين، وبيكون معاها أو قبلها حمى وصداع ووجع في العضلات والظهر، وأحيانا تورم الغدد الليمفاوية. بعد كده تبدأ تظهر بثور أو قرح، ممكن تبقى في الوش أو الإيدين أو الرجلين، وأحيانا بيظهر آفات أو تقرحات في الفم والحلق، وبعض الأحيان في العيون. وفي حالات اتسجلت كان الالتهاب أو القرح بتكون في الأعضاء التناسلية أو المستقيم والشرج، ودول طبعا كان الألم بالنسبة لهم لا يتحملوا بشر ولا بني أدمين الحقيقة. في الغالب الأعراض بتختفي لوحدها في خلال أسابيع، وده للناس اللي الجهاز المناعي بتاعها كويس أو بشوية رعاية بسيطة. لكن في حالات حصل فيها مضاعفات ووصلت للوفاة. مشكلة الفيروس ده إنه بيتسبب في عدوى بكتيرية في الدم أو الرئة، والأصعب إنه ممكن يسبب التهاب الدماغ أو التهاب عضلة القلب، ودي الحالات اللي بتحتاج المستشفيات وبتبقى معرضة للموت. وعلى حسب الإحصائيات فحالات الوفاة اللي حصلت بسبب جدري القرود ما بين 1/10% ل10%، وده طبعا على حسب المناطق والرعاية الصحية المتوفرة. يعني الأماكن اللي فيها رعاية صحية كويسة مش هيبقى فيها مشكلة، لكن الأماكن اللي الرعاية الصحية فيها ضعيفة هنا الحالات هتتدهور. ولو لاحظنا هنلاقي إن سبب الوفاة مش الفيروس نفسه، لكن بتكون بسبب الالتهابات اللي بتسببها الآفات الجلدية اللي بيكون سببها الفيروس. فلو الإنسان قدر يسيطر على الفيروس عن طريق جهاز المناعة أو الرعاية الصحية قبل ما يوصل للدرجة الشديدة من آفات الجلد فهو في الأمان. واللي بيميز جدري القرود عن كورونا إن الحالة بتتدهور ببطء، وده بيدي فرصة كبيرة للتدخل الطبي وعلاج المرض، عكس الكورونا اللي كان سبب كارثتها سرعة تدهور الحالة. طيب إزاي بينتشر الفيروس ده؟ بينتشر زيه زي ما كان بينتشر فيروس الكورونا تقريبا، يعني ممكن من شخص مصاب لشخص سليم زي معظم الفيروسات. فيروس جدري القرود بيتنقل عن طريق التعامل مع شخص مصاب زي لمس شخص مصاب أو الكلام معاه من مسافة قريبة أو استخدام حاجاته، لأن الفيروس هيكون على حاجات المريض أو على أي حاجة لمسها لفترة من الوقت. وطبعا سهل جدا إن الفيروس يتنقل من الأم للجنين. وعامة فترة العدوى بتكون من بداية ظهور الأعراض لحد ما البثور كلها تخف وتقع.
ده غير إنه ممكن يتنقل من الحيوانات المصابة للبشر عن طريق التعامل معاهم وملامستهم، أو حتى لو كلتهم من غير ما يطبخوا كويس، لأن عادة الفيروسات بتموت من درجات الحرارة العالية. فلو لحم الحيوان المصاب ما تعرضش لدرجة حرارة عالية لفترة تضمن إن اللحمة استوت كويس، فالفيروس بيفضل موجود فيها. فيروس جدري القرود زيه زي أي فيروس تاني، عشان نتجنب الإصابة بيه لازم نلتزم بقواعد معينة. أهم حاجة إنك تتجنب الأماكن أو المدن المنتشرة فيه. طب لو إحنا عايشين في مكان الفيروس منتشر فيه فعلا نعمل إيه؟ هنا هنتجنب التعامل المباشر مع الناس، أو على الأقل نسيب مسافة بيننا وبين أي شخص. وطبعا الاهتمام بالنظافة الشخصية زي غسل الإيدين دايما، واستخدام الكحول، واستخدام الكمامات الطبية، وطبعا تجنب الحيوانات، لأن الحيوانات ممكن تكون وسيط تاخد الفيروس من إنسان وتنقله لإنسان تاني. طب لو شاكك إنك مصاب، هنا لازم تعزل نفسك عن باقي البشر على قد ما تقدر لمدة 21 يوم، وتراقب نفسك وتشوف هل في أعراض ظهرت ولا لأ، وتعمل اختبار في أسرع وقت. ولو حالة الفيروس طلعت إيجابية، فلسه بروتوكول الكورونا في دماغنا. أهم حاجة الجهاز المناعي، طبعا مع إنك تلتزم بالعلاج المناسب وتستمر في العزل التام عن الناس. وما تنساش تهوية المكان كويس وشرب مية كتير، وتحافظ على الحالة النفسية إنها تكون في أفضل حال. وما تفضلش تنخرب وتلعب في البثور اللي بتظهر نهائي أو تلمسها، وتنضفها دايما بالمطهر. وطبعا لازم تتابع مع مركز رعاية صحية عشان لو الحالة اتطورت لا قدر الله. من شوية اتكلمنا عن إن لو الحالة طلعت إيجابية لازم ناخد العلاج المناسب. طيب هو ليه علاج أصلا؟ جدري القرود مش جديد، ده موجود من أكتر من 50 سنة، عشان كده ليه علاج. لكن بسبب إنه كان موجود في أماكن معينة معزولة في إفريقيا بس، وما كانش بيخرج بره الأماكن دي، فكان في إهمال في التعامل مع المرض أو تطوير العلاج. ودلوقتي بسبب بدء خروج المرض من إفريقيا وانتشاره في العالم، فده عمل قلق لمنظمة الصحة العالمية، وبالتالي بقى فيه اهتمام جامد بتطوير أدوية جدري القرود. وهنا عندنا ميزة ما كانتش موجودة أيام الكورونا، علشان الكورونا محدش كان عارف ليها علاج وقتها. أكيد سمعنا قبل كده مقولة الوقاية خير من العلاج، فالأفضل من العلاج إن في أكتر من مصل ضد فيروس جدري القرود. هو برضه محتاج تطوير، بس على الأقل موجود وعليه تجارب أحسن من أمصال الكورونا. وعشان المصل لسه في مرحلة التطوير، فالعلماء مش بينصحوا إن حد ياخد المصل ده غير المعرض للإصابة بس. فيروس جدري القرود رغم إنه مقلق زي فيروس كورونا، لكن عمره ما هيوصل للجائحة ويتسبب في شلل عام أو إغلاق الدول زي الكورونا. وده لأن الناس عرفت إزاي تتعامل مع الوباء، والأهم إن في أساس العلماء قادرين يشتغلوا عليه، سواء كان علاج أو مصل. بس كده خلاص، مستنيينكوا تكتبولنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها، علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.